تعالوا مع بعض نعمل كيكة بطريقة سهلة جدًا وبسيطة وفي نفس الوقت طعمها خطير جدًا، ولا هي كيكة ولا هي بسبوسة ولا هي جاتوه، بجد طعمها خطير جدًا وبتكتين 2 بس بساط هتحطيهم في الكيكة هتفرق جدًا في طعمها، وولادِك هيقولوا لِك عمرِك ما عملتِ لنا يا ماما كيكة حلوة زي الكيكة دي. هتحطي كده عندِك بيضتين وتحطي عليهم 3 أكياس من الفانيليا أو كيسين من الفانيليا على حسب ما أنتِ عايزة يعني حسب ما موجود عندِك، بس إيه كل ما تحطي فانيليا كل ما تطلع معاكِ جميلة، وهتحطي كوباية من اللبن أو كوباية من الزبادي، وهتحطي نُص كوباية من الزيت على سمنة بلدي، يعني هتحطي ربع كوباية زيت وعليها معلقة كبيرة كده أو معلقتين من السمنة البلدي، وهتحطي عليهم نُص كوباية من السكر، معلقتين كده كبار من جوز الهند، ودي حاجة بتفرق جدًا برضه في طعم الكيكة. هتحطي اللي هيفرق في طعم الكيكة إيه، المعلقتين الكبار السمنة البلدي اللي هتحطيهم أو معلقة، والجوز الهند معلقتين كبار كده من جوز الهند، وحطي كمان يا ستي الدقيق، حطي عندِك على الدقيق معلقة من النشا، الدقيق ده كنت حاطة عليه معلقة من النشا أو من الكاستر اللي أنتِ حاباه، هيطلع معاكِ تحفة جدًا. حطيت في الأول كوباية من الدقيق وبعد كده حطيت نُص، فالقوام بتاعها واوعي كمان يا قمر تنسي معلقة كبيرة من الخل، محسن حلو جدا للكيكة ويخليها لك طالعة فاتحة وجميلة جدا. وحطيت كيس من البيكنج باودر او كيس كيك شيف، انا حطيت كيك شيف بيخلي الكيكة فاتحة وطالعة معاكي هشة وجميلة، وعلى درجة حرارة 180 في الصينية بقى انت متبطناها كده بالزيت والدقيق، ودخليها الفرن. وده شكلها بعد لما طلعت، عايزة اقول لكم بجد خطيرة جدا، هي خدت مني لون شوية بس هي بجد كانت تحفة. وكان عندي كده شربات في قلب التلاجة طلعته، شربات او عسل نحل اللي موجود عندك، روحي جايه حاطه كده على الوش كده بفرشه بس ما تكتريش، ولو حابه تكتري كتري مش هيحصل حاجه، هي اصلا طعمها وريحتها خطيره جدا، والشربات هيديلها برضو طعم حلو جدا، خصوصا ان احنا مش مزودين سكر، حاطين بس نص كوبايه من السكر، ورشيت شويه من جوز الهند بيديلها ريحه وطعم خرافي. وبعد كده حطيت عليها صوص فراوله، بجد طعمها تحفه، جربوا.